ده هيوما كان واقف بيتفرج على اخواته الكبار بيتهاجموا من روح مرعبه، واقف عاجز مش قادر يعمل لهم اي حاجه علشان ينقذهم، وفي الاخر هو الوحيد اللي نجا بفضل تضحيات اخواته دي. فقرروا انه هيرجع من تاني وهينتقم لهم في المستقبل. بنروح معاه بقى بعد ما اصبح حارس من حراس العيون، ودي ببساطه كده يا صديقي يعني صياد بيطارد الارواح وبيبعتهم لعالمهم بعد ما بيجوا للعالم بتاعه. بس طريقه هيوما في الشغل كانت غريبه شويتين، مش زي جده زوهي خالص اللي كان طيب وبيحاول يتعامل بالهدوء. هيوما كان عنيف جدا وبيصب غضبه كله على الارواح قبل ما يرجعهم لعالمهم. فجده نصحه انه يخفف من العنف ده، لان مش كل الارواح شريره، في ارواح بتيجي بالغلط وفي اللي بيقرر يعيش بسلام. ودور حراس العيون بقى انهم يرجعوهم لعالمهم من غير ما يسببوا لهم اذى الا لو اضطروا. وقال له كمان ان في شخص عايش مع الارواح دي وبيتعامل معاهم على انهم عيلته. بس كل الكلام ده بقى ما اثرش في هيوما، وكان متمسك برغبته في الانتقام وعنده استعداد يسحق اي حاجه في طريقه. فجده قرر يعلمه درس بطريقته الخاصه، ورتب له انه يعيش لمده سنه مع بنت عندها علاقه خاصه بالارواح دي. فهيوما ما كانش قدامه غير انه يوافق، لانه لو رفض كان هيخسر رخصته كحارس عيون وهيسيبه من الانتقام اللي بيجري وراه من زمان. فغصب عنه بقى بدا رحلته للمكان الجديد اللي هيعيش فيه. على الناحيه التانيه بقى بنشوف ان الارواح دي زي هيوما بالظبط بيبعدوا ارواح تانيه للعالم السفلي، لان ده كان شرط اساسي علشان يفضلوا في عالم البشر. لما هيوما وصل للمكان استقبلوا روحين، وبعد كده بقى بقيه العشيره ظهروا بطريقه تهديديه شويه. ورغم ان جده كان حكي له عنهم فهيوما ما كانش واثق فيهم من الاول، وكان واضح انه بيكره كل حاجه ليها علاقه بالعالم الخارق ده، ومش ناوي ابدا انه يثق فيهم. وكمان هو مش محتاج انهم يعاملوه كويس، هو بس هيبص عليهم من بعيد كانهم مجرد وحوش. لكن واحد من الارواح اللي في العشيره ما كانش عاجبه كلامه، فقرر يرحب بيه بكلمات مباشره. طبعا يا صديقي هيوما مش من النوع اللي بيقبل الاهانه، فقاموا الاتنين دخلوا في خناقه على طول. الروح دي بقى كان عندها القدره انها تخلق السيوف وكانت بارعه فيها جدا، لكن هيوما بقى كان عنده قدره اقوى، وكان بيقدر يفتح فراغات في الفضاء باستخدام حلقات بتقطع اي حاجه في طريقها. وكانوا تقريبا متعادلين في نفس القوه. لكن الارواح اللي بتتفرج لاحظوا ان هيوما مش بيحارب بجد، هو بس كان ماسك نفسه، ولو كان استخدم قوته كامله كان خلص على ناجي حامل السيوف ده في ثانيه. وللاسف بقى المعركه كانت بتزيد حماس، بس قبل ما تخلص قائد العشيره قرر يتدخل ويوقف القتال ده. والمفاجاه بقى ان باقي الارواح هجموا عليه، وده زود شكوكه ناحيتهم اكتر. وبعد شويه بتظهر لهم المعلمه المشهوره اللي بترأس عشيره الارواح دي، فهيوما اضطر انه يقدم نفسه ليها وهو واقع على الارض. ولما فاق بقى قدرنا نتعرف اكتر على بوين، البنت اللي عايشه مع الارواح واللي اعتذرت له عن اللي حصل، وعرضت عليه انه يقعد عندها في البيت على راحته بشرط انه يحترم الارواح اللي عايشين معاها هناك. في المقابل بقى هيوما شرح دوره كحارس بشكل اوضح، وقال لهم انهم مجرد بشر بيستمدوا قوتهم من الملك الحارس للشرق وعالم تيكيو. لكن وهو بيتكلم زودها شويه وحذر بوين من الارواح اللي حواليها، وكانهم مجرد خدم عندها يعني. ده بقى ضايقها جدا لانها ما بتشوفهمش كده، دي بتشوفهم كل عيلتها. وفي النهايه حذرته بقى انه لو ما قدرش يكسب ثقه الارواح خلال 3 ايام بس، الموقف ده هيحط هيوما في ورطه، لانه افتكر ان فشله في المهمه دي هيخلي جده يطرده من العشيره. فبقى في مفترق طرق، وانه لازم يحاول يتعامل بشكل احسن مع الكائنات اللي بيكرهها. ولحسن حظه بقى ناجي المبارز الشاب ما كانش بالسوء اللي كان متخيله، وعرض عليه فرصه لكسب ثقته مره تانية لما دعاه يخرج معاه في واحده من مهماته. هيوما بقى ما كانش عنده اختيارات كتير، فعلى طول وافق. لكن وهو في الطريق بقى سأل ناجي ليه روح زيك بتساعد في القضاء على ارواح تانية. رد ناجي كان بسيط جدا، وقال له ان ده بقى كان السبيل الوحيد انه يفضل موجود. وقال له كمان انه مش هيفهم اللي بيقوله ده الا لو كان عنده حاجه غاليه عليه بيحارب علشانها. بس هيوما بقى كان عنده حاجه غاليه فعلا، وهي رغبته في الانتقام لاخواته اللي ماتوا بسببه. لما وصلوا لمكان المهمه بقى واجهوا روح عندها القدره على التحكم في الاقمشه، ودخلوا في معركه علشان يسيطروا عليها. وقت القتال بقى هيوما قدر يثبت لناجي انه حتى لو مش واثق فيه تماما فهو على الاقل يقدر يثق في مهاراته. وبعد ما هزموها الشيء اللي كانت الروح متلبسه بيه رجع لطبيعته. وقتها بقى اكتشف هيوما ان الارواح لازم تسيطر على شيء مادي علشان تقدر تظهر في عالم البشر. وفي اللحظه دي بقى قرر يحكي لناجي السبب الحقيقي وراء كرهه الشديد للارواح دي. وقال له ان كان في شيطان اسمه توسوكو كان متلبس بمظله، وهو اللي قتل اخواته من فتره كبيره، ومن ساعتها بقى هدفه الوحيد هو تدميره. القصه دي خلت ناجي يتفهم دوافعه، لكن لسه قدامه طريق طويل علشان يكسب ثقه بقيه الارواح. علشان كده فضل هيوما يخرج معاهم في مهمات تانية. وفي يوم كانوا بيقوموا بفحص روتيني لروح مسالمه عايشه على الارض، لكن الروح دي بقى اتخدعت لما اكتشفت ان عشيره ناغا هم المسؤولين عن التفتيش، فخافت وهجمت على واحد منهم. لكن هيوما انقذ زميله بسرعه وسيطر على الروح الانثويه اللي كانت على وشك التدمير. وقبل ما ينهيها بقى اعترفت لهم انها سمعت اشاعات انهم بيصطادوا الارواح اللي من نفس نوعها، وخافت انها تكون ضحيه للقضاء عليهم. في اللحظه دي بقى افتكر هيوما كلام جده، وان مش كل الارواح شريره، فعلى طول وقف نفسه عن قتلها. وبسبب قراره ده بقى الامور مشيت بشكل كويس، وكسب احترام روحين تانيين لانه قدر يسيطر على رغبته في الانتقام وادى فرصه لحد كان محتاجها. وهنا بقى بوتون بدات تاخد بالها ان هيوما مش بالسوء اللي كانت فاكراه، وان ممكن ينسجم مع بقيه الارواح عادي. بعد كده بقى بنلاحظ ان هيوما كل ليله كان بيجيله كوابيس عن اخواته في المقابر،
روبر، وباين انهم ورثوا له الاسلحه اللي كانوا بيستخدموها. ومع مرور الايام قدر ياخد توقيع كل الارواح اللي في العشيره تقريبا، واللي بداوا بقى يقتنعوا بيه ويتقبلوه ما عدا واحد بس، وده بقى يبقى اسمه يو، العضو الاكثر جديه واللي كان واضح انه شايل ضغينه كبيره ضد هيوما. في نفس الوقت ده بقى كانت في عصابه ارواح من المنطقه بتكره عشيره بوتون لانهم بيصطادوا الارواح اللي زيهم، وقرروا انهم يهجموا عليهم واتهموهم بالخيانه. اما هيوما بقى فكان شغال مع يو في مهمه خاصه بيهم، بس يو كان متجاهله تماما وما سمحلوش حتى يتدخل في المهمه، خصوصا بقى انه وصل متاخر عن الميعاد. الطريقه الوحيده اللي كانت قدام هيوما علشان ياخد توقيع يو هو انه يهزمها في مبارزه ما بينهم. فبدات المواجهه فعلا، بس المره دي بقى هيوما قرر يغير اسلوبه وركز بس على تفادي هجمات يو وحاول يقنعها من غير ما يلجأ للعنف زي ما جده نصحه زمان. وللاسف بقى اختار توقيت وحش جدا علشان يجرب الطريقه دي معاها، لان يو ما كانتش ماسكه نفسها وفضلت تدي فيه علقه محترمه. واثناء ما كانوا بيتواجهوا بقى العصابه اللي ظهرت قبل كده دخلت المشهد، ولسوء حظ هيوما وقع في واحده من تقنيات يو، فبقى محبوس ومش قادر يساعد في القتال. ولحسن الحظ بقى قبل ما المعركه تبدا بقيه العشيره استشعروا وجود ارواح معروفه فظهروا علشان يقدموا الدعم. بس هنا بقى بدات اللحظه الحماسيه، لان العصابه قررت تهاجم اضعف واحد في المجموعه، واللي كان للاسف بقى هيوما اللي محبوس جوه تقنيه من تقنيات يو. العشيره حاولوا يوقفوهم بس اكتشفوا ان العصابه ما كانتش متردده انها تهاجم بني ادم، وده معناه بقى انهم قتلوا بشر قبل كده، والقائد بتاعهم ارتكب غلطه فادحه واعترف بده بنفسه. الكلام ده بقى فجر الوحش اللي جوه هيوما، وبمجرد ما سمع الاعتراف ده استخدم قوته الجسديه وكسر تقنيه يو اللي حتى الارواح نفسها ما كانتش قادره انها تفكها. واول ما اتحرر بقى بدات مجزره ضد الارواح اللي هجمت عليه، وبما انه ادرك انه بيواجه كائنات حقيره فما كانش عنده اي سبب يخليه يمسك نفسه، فبدا يمزقهم بكل سهوله وبطريقه مرعبه. ولما وصل لقائد العصابه الراجل قال له انه زيه مجرد وحش بيعشق الدم، بس قبل ما حتى يكمل كلامه هيوما قضى عليه تماما. لا ومش بس طردوا لعالمه، لا لكنه مسحه من الوجود نهائيا. وبعد اللي حصل ده بقى قائد العشيره فهم ان هيوما هو بالظبط الشخص اللي كانوا محتاجينه وسطهم علشان اللي جاي، وان قوته كانت السبب الاساسي اللي خلاهم يوافقوا على استضافته في المكان من البدايه. واخيرا وبعد المواجهه الغشيمه دي بقى هيوما حصل على موافقه يو، وده معناه انه بقى رسميا جزء من المكان وهيقدر يعيش معاهم السنه اللي كانوا متفقين عليها. لكن في الناحيه التانيه بقى واحده من الشروط اللي فرضها زعيم عشيره هاري على جد هيوما علشان يقبل يستضيفه كانت انه لازم يتجوز بوتن. ودلوقتي بعد ما تاكدوا انه يستحق يكون معاها قرروا انهم يكشفوا عن الموضوع ده. طبعا بوتن ما كانتش موافقه على الفكره، بس الارواح اللي كانت متلبسه باغراض زفاف كانوا شايفين انهم محتاجين شخص قوي وموثوق في حاله يعني لو تم القضاء عليهم. هيوما نفسه ما كانش متحمس للموضوع ده، لكن كالعاده رد عليهم باسلوب هادي وقال لهم انه هيكمل يراقبهم علشان يقرر، وانه مش بالضروره يعني يكون متجوز بوتن علشان يحميها لان ده اصلا دوره كحارس عيون. لكن كلماته البارده دي بقى خلت بوتن تحس باحباط بسيط، وهي في طريقها للجامعه بقى فجاه تعرضت لهجوم من روح كانت بتتجول في المنطقه، وعلى ما يبدو كده بقى انها كانت جدانه من كل افراد عشيرتها. ولحسن حظها بقى قبل ما الامور تسوء هيوما كان جاي يعتذر لها علشان خلاها تحس بالاحباط، وظهر في اللحظه المناسبه وانقذ حياتها. بس قبل ما يقدر يقضي على الروح دي افراد عشيره الاشباح ظهروا في قمه الياس علشان يحموا بوتن، وده بقى خلى هيوما صيد الارواح ياخد ضربه من هجماتهم وهو بيخلص على الروح بالمناسبه. وبعد كل ده بقى هيوما اعتذر لبوتن عن كلماته البارده اللي قالها لها قبل كده، وشرح لها انه ما كانش يقصد يتكلم بالطريقه دي، فهي تقبلت اعتذاره بابتسامه خجوله كده. بعد المواجهه بقى قرر هيوما يعزز الدفاعات حواليها باستخدام تعويذ قويه جدا، لكن اضطر انه يشيلها بعد كده لان قوتها كانت كبيره لدرجه انها اثرت حتى على افراد عشيرتها. في الوقت ده بقى جد هيوما واقوى افراد عشيرته طلبوا الاجتماع مع كاي ده بقى يبقى روح قويه جدا كان محافظ على هدنه مع صياد الارواح مقابل بعض الامتيازات. سبب الاجتماع بقى كان ان كاي عايز يفهم ليه حارس العيون متصل بمقر عشيره الارواح. واتضح بقى صديقي ان بوتن دي كانت شخصيه ذات قيمه كبيره، ووجود حارس من حراس العيون جنبها كان امر مش مقبول بالنسبه لعالم الارواح او الصيادين. لكن الارواح في العشيره وضحوا ان هيوما مش مهتم بقوتها اصلا، وهو حتى مش عارف ايه اللي جواها. في الوقت ده بقى هيوما كان بيشيل التعويذ اللي حطها قبل كده عليها، لكن اتفاجئ بروحين من مستوى عالي بيحاصروها، وكان واضح انهم بيطاردوها لنفس السبب اللي كاي كان مهتم بيه. لكن هيوما اثبت انه شاطر ومتمرس رغم سنه، وده بقى خلاهم يتفاجئوا لانه اكتشف انهم اقوى مما كان متوقع. ولما افتكر انه هزم واحد منهم وحاصر التاني فجأة الاتنين كانوا ماسكينه في الزاويه، خصوصا بقى ان كان في واحد منهم قوي ضد تقنيته في الختم. وبعد ما ثبتوه بدأوا يعذبوه بقى علشان يطلعوا منه معلومات. وقتها بقى هيوما فكر ان الارواح دي مجرد بس بيحاولوا يعرفوا منه نقاط ضعف العشيره اللي بتطاردهم، وكان شايف ان الموضوع كله صراع على النفوذ في المنطقه. لكن المفاجاه بقى كانت لما سالوه اذا كان وجوده هناك ليه علاقه بالبحث عن قوه بوتن. ساعتها بقى هيوما استوعب ان الموضوع اكبر من مجرد صراع، وان ممكن يتسبب في حرب بين الفصائل المختلفه. الارواح بداوا يستفسروا عن خطط الصيادين تجاه بوتن، وده بقى كشف له ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. في اللحظه دي بقى هيوما قدر انه يحرر نفسه، لانه من الاساس سمح لنفسه يتقبض عليه علشان يقدر يطلع منهم هم المعلومات. لكن دلوقتي هو اللي بيسالهم عن كل اللي كانوا بيحاولوا يعرفوه.
اخوه. بس قبل ما يسيطر عليهم كليا يوتا دخلت ووقفت القتال وقالت لهم انهم لازم يسيبوهم لانهم مجرد محققين او صيادين جوائز عندهم تصريح للبقاء في العالم البشري، وما كانش من حق هيوما انه يمسكهم او حتى يعاقبهم. ومن هنا بقى الافراد دول انسحبوا بعد ما حصلوا على المعلومات اللي كانوا بيدوروا عليها. لكن الحقيقه بقى ان هيوما نفسه ما كانش عنده اي فكره عن قوه بوتين اللي الكل بيتكلم عنها. وبعد الاحداث دي بقى هيوما بدا يحس ان في حاجه مش طبيعيه بخصوص البنت اللي عايشه وسط الارواح. فهوري مسكت ايد هيوما، معقوله هم في مواعده مع بعض؟ اكيد بتسال نفسك يا صديقي ايه اللي بيحصل هنا. بس كل حاجه بقى كان ليها تفسير، والموضوع بيرجع لنص ساعه فاتت لما هيوما كان بيحاول يفهم ايه السر اللي بوتين مخبيه عنه، لكنه قرر انه يعامل الامور بالطريقه الصح المره دي. وفي النهايه قرر انه يعزمها على خروجه لوحدهم علشان يسالها بشكل مباشر. لكن بوتين اتخضت وافتكرت ان الموضوع اعتراف رومانسي منه، فرفضت الدعوه على طول. ولحسن الحظ بقى هوري قائده العشيره عرضت عليه يخرج معاها علشان تشرح له اللي بيحصل فعلا. بس المفاجاه بقى ان الخروج ده ما كانش الا لمطارده بوتين. واثناء ما كانوا بيراقبوها طلبت هوري من هيوما يلاحظ المكان كويس، وهو بيراقب المكان بقى اكتشف حاجه مرعبه. عيون مئات الارواح المستخبيه كانت مركزه عليها، وده كان شيء بوتين بتتعامل معاه طول حياتها. فهوري شرحت له ان زي ما هو عارف الارواح دي محتاجه تستحوذ على شيء مادي علشان تتجسد في عالم البشر، لكن في واحد منهم قدر يستحوذ على انسان. والمفاجاه بقى ان الانسان ده يبقى بوتين نفسها. ولحسن الحظ كمان مره بقى ان الروح اللي بداخلها دي كانت خامده، بس قوتها كانت بتجذب الارواح التانيه ليها، وعلشان كده كان ممنوع اي حد يقرب منها حتى الصيادين، لان لو القوه دي وقعت في ايد فصيل معين التوازن كله هينهار. وده كان السبب في ان باقي الفصائل كانوا غضبانين جدا من قرب هيوما ليها. وكمان السبب في ان بوتين كانت دايما وحيده، لان هالتها الشيطانيه كانت بتبعد البشر عنها لحد ما تم تعيين الحراس لحمايتها. لكن على عكس باقي البشر اللي عرفوا الحقيقه هيوما ما خاف، بالعكس ده قرر يحميها اكتر لانه ادرك حجم الخطر اللي بتواجهه. وكمان ده اكد له بقى ان ارواح العشيره مش اشرار، بالعكس دول بالنسبه لها كده زي ما تقول اخواتها. فهيوما ما كانش مستعد انه يسيبها تواجه مصيرها لوحدها. عدى وقت طويل والمدينه بقت متغطيه باللون الابيض بسبب التلج، والبرد بدا يبان بوضوح. لكن الحاجه اللي تستحق الذكر فعلا هي التحسن الكبير في علاقه هيوما بعشيره الارواح. بس زي العاده لما الدنيا تبدا تمشي كويس دايما بيحصل شيء غريب غير متوقع. اوجي المرتزق اللي قابل هيوما قبل كده فجاه بيظهر كحليف غير متوقع بعد ما تم استئجاره من احد ارواح بوتين. والمفاجاه بقى انه كشف معلومات خطيره. 3 عشائر من الصيادين مركزين على بوتين جدا. الخوف من قوتها وصل لدرجه انهم قرروا ان افضل حل ليها هو القضاء عليها قبل ما الروح اللي جواها تصحى بالكامل. في نفس الوقت ده بقى هيوما وصل له استدعاء من واحده من اكبر العشائر في كيتو، المدينه اللي كان انتقل لها قبل كده. كانوا طالبين منه تقارير مفصله عن كل مهماته في المنطقه. فجده حذره من كاتيموري زعيم العشيره وقال له انه ممكن يكون ذئب على هيئه حمل. لكن رغم التحذيرات دي بقى هيوما ما كانش قدامه خيار تاني غير انه يقابل الزعيم. ورغم تحذيرات جده الراجل كان شكله ودي جدا، بل وكمان عرض عليه استعراض لقدرات الحارس اللي تحت قيادته وازاي بيستخدموا الاختام للقضاء على الارواح. لكن يا صديقي الموقف ازداد تعقيدا، وهيوما لقى نفسه في وسط شبكه من التحالف والمظاهر اللي ممكن تكون خادعه زي عالم الارواح نفسه. ووقت الاجتماع بقى كاتيموري فرض عليه شرطين علشان يقدر يكمل شغله في المنطقه. الشرط الاول انه يقدم له تقارير مفصله عن كل مهماته في المنطقه، والشرط الثاني والاهم والاخطر بقى هو القضاء على بوتين. بالنسبه لكاتيموري البنت كانت خطر جدا، ولو فقدت السيطره على قوتها ممكن تتسبب في كارثه على عالم البشر كله. وبالرغم ان العشيره حاولت تتخلص منها قبل كده ارواح عشيرتها كانوا دايما بيحموها، لكن دلوقتي مع وجود هيوما وسطهم قرروا انهم يعطوه الفرصه علشان ينفذ المهمه بسهوله اكبر. رفض رفض قاطع وهو بيهدد الزعيم وبيحذره انه ما يقربش من بوتين او حتى عيلتها. لكن الزعيم العجوز ده بقى ما كانش مستعد يقبل كلمه لا. وبما انهم كانوا قادرين على فرض السيطره على جسم هيوما بالقوه لتنفيذ المهمه فقرروا يشن عليه هجوم قوي. هيوما مش بس صد الهجوم، لا ده كمان ردوا عليهم كان اقوى، وطير واحد من الصيادين العشيره بضربه واحده. وده بقى اثبت لهم انهم كانوا مستهينين بيه جدا وبقدراته. الناس اللي كانت فاكره انه مبتدئ انصدمت لما شافت جسمه مليان ندوب واكتشفت انه عنده مهارات خارقه للمألوف. بس برغم كل ده بقى الزعيم العجوز فضل يستهين بيه وقال له ان انجازاته في قريته ما تتقارنش بالمستوى الموجود في المدينه علشان يثبت له الفرق في القوه. وقرر يطلق مجموعه من الارواح اللي كان مسيطر عليها بالاختام، لكنه ما كانش عارف ان بكده بقى بيخلي الامور اسهل على هيوما اللي على طول استغل طبيعته القتاليه الوحشيه وقضى على الارواح دي بسهوله بسلاحه. اسلوب هيوما في القتال لفت انتباه توباكي بنت الزعيم العجوز اللي قررت انها ما تدخلش المعركه وتفضل تراقب مهاراته القتاليه المذهله. هيوما لاول مره من فتره طويله حس بالاثاره الحقيقيه في القتال. في الوقت ده بقى اعضاء العشيره اكتشفوا بفضل جد هيوما انه بقى صياد ارواح وهو عنده 12 سنه بس. لكن المفاجاه الاكبر بقى مش انه بقى صياد ارواح في السن ده، لا ده كمان قادر يواجه روح البلاط. ودي بقى صديقي واحده من اقوى الارواح اللي ظهرت في الازمنه الاخيره. كل اللي حواليه كانوا مبهورين بالقوه اللي وصل لها وواثقين انه هيوصل لانتقامه في يوم من الايام. اما هيوما بقى فكان لسه مستمر في تدمير دوما الزعيم العجوز، لكن العجوز قرر يلعب معاه بطريقه مش نزيهه واستخدم روح بريئه. كان هيوما قابلها
قابلها من وقت قريب، وده بقى خلاه متردد لانه دلوقتي لازم يتعامل مع روح ضعيفه ومغلوبه على امرها، فده خلاه مضطر انه يركز على تفادي الهجمات مش اكتر. وده بقى بالظبط اللي العجوز كان متوقعه، لانه اعتقد ان هيوما بقى متعاطف مع الارواح بعد الوقت اللي قضاه معاهم. فخطته بقى كانت انه يخلي هيوما ينزل دفاعه بسبب معرفته بالروح، لكن اللي ما كانش يعرفه بقى ان هيوما عنده خبره كبيره في اتخاذ القرارات الصعبه، وبدون تردد بقى هاجم الروح مباشره. لكن الحقيقه انه ما كانش بيهاجمها علشان يدمرها، لا ده كان بيضرب الاختام اللي بتتحكم فيها مش اكتر. وفي لحظات بسيطه قدر انه يحررها، وفي ثانيه كده بقى خلص على اخر صياد واقف في طريقه، وحاصر العجوز اللي ما كانش قدامه اي حل تاني غير انه يستسلم او يسمح لهيوما بالقيام بدورياته في المنطقه، والا كان هيوما هيخلص عليه. وبالمناسبه بقى بنشوف توباكي، وواضح انها مهتمه جدا بهيوما لانها كانت عارفه اخواته قبل وفاتهم، لدرجه انها ادت له رقم تليفونها علشان يفضلوا على تواصل دايم. بعد كل اللي حصل ده بقى هيوما قرر ياخد الروح اللي حررها لعائله ناغاسوكي. في الاول بوتن كان عندها شويه شكوك عن اللي هيوما كان بيعمله، لكن بعد ما سوء الفهم اتوضح بوتن وهيوما قرروا ياخدوا الروح لمكانها بامان. ولما رجعوا بقى هيوما قال لبوتن انه عارف الحقيقه عن الروح اللي بتسكن جواها، وطمنها وقال لها انها مش لازم تقلق خالص، لانه طول ما هو عين الحارس فهو هيفضل يحميها على طول. وللامانه يعني قرر يحكي لها عن ماضيه كله وعن رحلته الطويله في البحث عن الانتقام بعد فقدان اخواته. في نفس الوقت بقى كانت مجموعه من الارواح بتسبب فوضى بين صيادين عشيره تايو القديمه، فاللجنه قررت تبعت يو وهيوما كتعزيزات ليهم، بالرغم انهم زي الزيت على الميه في التعامل مع بعض يا صديقي. واثناء ما كانوا في الطريق بقى يو وضحت لهيوما ان العصابه اللي هيواجهوها مكونه من ارواح استحوذت على ادوات تعذيب، وانهم اقوياء جدا لدرجه انهم من سنين احتاجوا عده منظمات علشان يوقفوهم. المعلومات دي بقى كانت كافيه علشان هيوما يتحمس، لانه كان زهقان من كونه مضطر يمسك نفسه عن القتال بكل قوته. ولما وصلوا لموقع المهمه استقبلتهم توباكي اللي بدورها كانت هتنضم لهم في القتال هي كمان، هي والمرتزقه اللي قبل هيوما قبل كده، وكان دورهم بس انهم يدلوهم على مكان قائد العصابه. لكن مفيش وقت يهربوا لانهم اتفاجئوا بكمين لاقوى 3 قيادات للعصابه، وكل واحد منهم كان مسيطر على اداه منحته قدره استثنائيه. فتوباكي واجهت الشخص اللي كان بيتحكم بالنار، اما هيوما فكان في مواجهه قائد المناشير واللي كان قوي جدا لدرجه انه حتى يوما ما قدرتش تدافع عن نفسها من هجماته. الوحيد اللي كان قادر يواجهه بنديه كان هيوما بفضل الادوات اللي بيستخدمها وقوته. في نفس الوقت بقى توباكي والمرتزقه كانوا بيواجهوا خصومهم بدون اي مشاكل كبيره، لكن قائد المناشير لما حس انه مش قادر يهزم هيوما قرر يندمج مع عاداته ويحولها لشكل اقوى بكتير. في اللحظه دي بقى يو وهيوما اضطروا انهم يتحدوا مع بعض علشان يقدروا يوقفوه، بس في الحقيقه بقى هيوما ما كانش قادر يقاتل بكل قوته بسبب الاصابات اللي اتعرض لها كلها، فاستغل هجوم يو علشان يوجه الضربه القاضيه للروح وينهي عليها تماما. بعد القتال بقى توباكي قالت له انها كانت تعرف اخواته زمان، وانها كانت بتحب مهاراتهم القتاليه العاليه، وعلشان كده هي كانت بتطرد الطفل اللي استحوذ على مظله، وعرضت على هيوما ينضم لعشيرتها لانه هناك هيقدر يحصل على معلومات اكتر عن المكان اللي ممكن يلاقي فيه الكيان اللي قتل اخواته. يو بقى كان بيسمع الحوار ده كله وكان شايف ان قبول العرض مش فكره كويسه، خصوصا ان عشيره توباكي معروفه انها بتعامل الصيادين زي الادوات بالظبط. لكن في نفس الوقت بقى كان مؤمن ان الظلام اللي جوه هيوما في يوم من الايام هيخليه يقبل العرض ده. بس لحسن الحظ بقى هيوما في النهايه رفض العرض لانه كان عايز يكمل مع عشيره الارواح. ولما رجعوا البيت يسال هيوما عن سبب رفضه للعرض، فهيوما رد عليه وقال له انه متاكد انه لو مشى في الطريق ده هيتحول للشر على طول، وعلشان كده بقى هو هيكمل في طريقه الخاص علشان يحقق انتقامه. تاني يوم بقى هوري جمع العيله كلها واعلن انهم هيحتفلوا بعشاء سوساكي في الليله دي. كل واحد في العيله كان ليه دور في التحضير، فهيوما وبوتن بقى كان مكانهم انهم يلاقوا الشوايه الكهربيه اللي مكانها كان غامض بالنسبه لهم، بس الكل كان فاهم ان المهمه دي مجرد حجه علشان بوتن وهيوما يقربوا من بعض مش اكتر، لدرجه ان هوري ادت بوتن خطه حب مخصوصه علشان تأسر قلب هيوما، وده طبعا خلى بوتن متوتره جدا يا صديقي. وفي الوقت بقى اللي الكل كان مشغول في تحضير حاجه، بوتن كانت بتفكر ازاي كان هيوما حاسس بالتوتر زيها كده، او حتى لو كان واخد باله من اللي بيحصل. وفي لحظه ما هيوما لقى الورقه اللي هوري ادتها لبوتن على الارض، ولما قراها بقى علق عليها ببرود كده وانه مش محتاج يقلق بخصوص الحاجات دي. الكلام ده بقى فاجئ بوتن اللي كانت مستغربه من طريقته البارده جدا معاها، وما قدرتش تسيب الموضوع كده وخلاص، لا ده كمان قررت تشوف رد فعله الحقيقي. ورغم محاولاته الكتير انه يتفادى الموقف فهم الاتنين اتزحلقوا مع بعض. وفي اللحظه دي بقى هيوما ما قدرش يخبي احراجه واعترف لها على طول، وفي النهايه ما حدش فيهم كان قادر يخبي مشاعره اكتر من كده، برغم انهم برضو ما اعلنوش رسميا عن علاقتهم. بيعدي عليهم الوقت وبيجي الليل والعيله كلها استمتعت بالاكل والشرب. ولما فضل هيوما وبوتن لوحدهم قال لها ان عيله ناغازوكي بتفكر باخواته وان عندهم عيله عظيمه. بعد كام يوم بقى هيوما وصل له دعوه من محل ملابس مخصص للصيادين، لانهم عاده بيستخدموا ملابس وقيعه علشان يتجنبوا الاصابات الخطيره، على عكس هيوما اللي دايما بيقاتل بلبس عادي وبينتهي بيه الحال انه متبهدل. علشان كده قرر انه يروح للمحل فعلا، وهناك بقى قابل توباكي مره تانية، وهي بقى اللي ضمنت له الدخول للمحل الفخم ده لانها لاحظت في معاركه السابقه انه بيقاتل دايما من غير اي حمايه. وبالمناسبه بقى توباكي
توباكي اخيرا قبل بوتن واللي كانت شايفاها مناسبه جدا لهيوما. نرجع بقى لموضوع الملابس مره تانية. هيوما اكتشف ان الهدوم دي مش عاديه خالص لكنها معموله باستخدام قوه ارواح بتتجسد في صوره قماش، وانه عشان يقدر يستخدمها لازم يعمل عقد معاهم ويكسب ثقتهم. الطريقه اللي هيوما اثبت بيها انه جدير باللبس ده كانت غريبه جدا مقارنه بباقي الصيادين، فبدل ما يعتمد على قوه القماش للحمايه زي الباقيين، لا ده هو وراهم انه قادر يستحمل ضربات قويه جدا بفضل تدريباته البدنيه القاسيه، وده بقى خلى الارواح اللي في القماش تثق فيه، او بمعنى ادق يعني تخليه مستحق للحمايه. في اللحظه دي بقى توباكي قالت لبوتن انها مهتمه جدا بهيوما وانها لازم تخلي بالها منه والا هتاخده منها. نركن احنا بقى الموضوع ده على جنب يا صديقي ونروح لليوم اللي بعده. هيوما كان مستني بوتن بره الجامعه وهي بتخلص واجب معين كده، لكن فجاه حصلت له زياره غير متوقعه وجاله كاي اللي كان عايز يعرف قد ايه هيوما قوي، وبما انه عايش مع بوتن فكان متحمس انه يواجهه كتمرين قبل ما يواجه حفيد زي اتسوكي. البنت اللي مع كاي عملت حاجز علشان محدش يقدر يقاطع المواجهه، فهيوما هجم عليه على طول لكن اتصدم بالفارق الرهيب في القوه. الشخص ده كان لحد دلوقتي اقوى روح واجهها حرفيا بفضل الدرع اللي كان لابسه واللي مديه قدرات خارقه، فالمره دي بقى هيوما كان لازم يستخدم كل مهاراته علشان يفضل عايش. ورغم انه حارب باقصى قوته كاي قدر انه يسيطر عليه بكل سهوله. لا ومش بس كده، ده اتريق عليه كمان وساله انت فعلا فاكر انك بالقوه دي تقدر تهزم الطفل اللي متابعك بقاله سنين؟ الكلام ده بقى استفز هيوما جدا، خصوصا لما فهم ان كاي عنده معلومات عن الطفل اللي قتل اخواته. ووقتها بقى تحول هيوما لوحش حرفيا، وبمهاراته قدر يوجه ضربه قويه لاحد اقوى الارواح في العالم. لكن للاسف ده ما كانش كفايه خالص لان كاي قدر يسيطر عليه مره تانية. بعد لحظات بقى القتال اتوقف فجاه لما ارواح العشيره حسوا بوجود كاي في المنطقه، فكاي كان عايز يواجههم لمجرد التسليه لكنهم كانوا قابضين على صاحبته، وقالت له بقى ان وقت اللعب خلص قبل ما تختم قوته وتقفل المعركه كلها. المعركه من البدايه يا صديقي ما كانتش علشان يهزم هيوما، لا ده جاي بس علشان يختبر قدراته. وقبل ما يمشي كاي بقى سأل هيوما هو ليه ما بيستخدمش سلاحه الحقيقي، لان الخواتم اللي بيستخدمها دلوقتي مش سلاحه الاصلي لكنه كان بيستخدمها كرمز للحزن على اخواته. وكمان عرفه انه بالطريقه دي عمره ما هيقدر يهزم الطفل اللي قتل اخواته، وانه لازم يستخدم قوته الحقيقيه لو كان جد فعلا في انتقامه. وبالاضافه لكده كمان قال لارواح العشيره انهم قاسيين جدا لانهم سايبين هيوما يحموا بوتن لوحده، وكانه بيلمح لهيوما كده انهم مخبيين عنه حاجه ومش عايزين يقولوها له، حتى مع ان المظله هي اللي اخذت اخواته لما حاولت تستولى على القوه المخفيه جواها. البنت اللي كانت بتسمع الكلام ده بقى من بعيد كانت مصدومه من الحقيقه دي، بس بفضل الكلمات دي بقى هيوما قرر يسيب العشيره لمده كام شهر كده علشان يقوي نفسه، لانه كان عارف انه بمستواه الحالي مش هيقدر يحقق انتقامه، وكان متمسك جدا بفكره انه مش هيستخدم سلاحه. وبعد كام شهر هيوما قدر يتقابل مع بوتن مره تانية وشرح لها انه ما سابش العشيره لانه شايفها السبب في اللي حصل لاخواته، لا هو كان عارف ان المذنب الوحيد هو الطفل الشرير اللي قتل عيلته، وعلشان كده قرر يفضل جنبها ويحميها. لكن بوتن بقى ردت عليه وقالت له ان الاحسن ليه يبعد، لان اي حد بشري كان بيحاول يقرب منها كان بينتهي بيه الحال انه يموت زي ما حصل لعمته كده اللي كانت الشخص الوحيد اللي حبه بجد. ورغم كل الكلام ده بقى هيوما اصر وقال لها انها مش محتاجه تقلق، وانه تحت اي ظرف من الظروف مش هيتوقف عن حمايتها ولا حتى هيبعد عنها، على الاقل يعني مش قبل ما يحقق انتقامه، لكن في الوقت الحالي فهو هيستمر في حمايتها. وبعد 6 شهور من وصول هيوما للبيت بوتن لاحظت انبوبه كانت فاكراها انها نفس اللي ظهرت وقت ما كانوا بينظفوا الاوضه علشان يجهزوها لعيش هيوما معاهم براحته، وهي بتشيل التراب لقت الانبوبه بتاعت جدها، وفجاه ظهر لها ايد غريبه فصرخت بوتن وكل اللي في البيت جريوا عليها علشان ينقذوها. وقت ما الايد كانت بتهاجمها هوري ظهرت واللي بتقدر تتحكم في الاقمشه، فقدرت انها تعمل درع حمايه لكن الشيطان ما استسلمش وبدا يجهز لهجوم جديد مره تانية. في اللحظه دي بقى ناجي حولت دراعاتها لسيوف وقطعت الشياطين نصين، ورغم ان تسوكو اتغلبت عليه الا ان ناجي كمان عن غير قصد دمر انبوبه جدها في العمليه. ورغم اعتذارها بقى كانت خايفه ان بوتن تزعل منها لكنها اتفاجئت انها ما زعلتش ولا حاجه، بالعكس ده بوتن عبرت عن امتنانها للجميع لانهم حموها وكلهم كانوا فخورين بالبنت القويه اللي بقت عليها. في الحاضر بقى بوتن كانت مستعده تروح للجامعه في الوقت اللي هيوما كان بيتدرب بيه بجديه مع توباكي، فهما الاثنين كان عندهم مهمه انهم يكتشفوا مين المسؤول عن قتل اخوات هيوما. في نفس الوقت بقى عيله ناغازاكي كانت بتجهز خطه امنيه لحمايه كل البشر اثناء الماتسور، وده بقى واحد من اكبر المهرجانات في كيتو واللي بيجذب عدد ضخم من الناس. وكأن ده بقى مش كفايه، لا ده الثلاثه العظماء من تسوكو والمعروفين بالتريو الملكي هيكونوا موجودين في يوم المهرجان. ولو عايز تعرف هيعملوا ايه بقى يا صديقي استنانا في الجزء الثاني وفعل اشعارك علشان يوصلك اول ما ينزل. ولحد هنا بينتهي الجزء الاول، لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك والسلام.